هدى وهنمشي في الاتجاه اللي احنا محدد فينا برضه، وهنستمتع برضه هنا في الضحل هنا على الجزيره هنا. تمام، شفت اي حاجه ما تخافش من اي حاجه. تمام، تتعامل عادي جدا في الميه، تستمتع بالغطسه بتاعتك. تمام، شوف التليفون عامل ازاي، شوف البحر عامل ازاي من تحت. تمام، ان شاء الله هتبقى غطسه ممتازه. تمام رجاله بسم الله ما شاء الله. انا بشكر طبعا كابتن ايمن اللي بتاع خط ورا عادي كده. اولا النهارده هنعمل 3 حاجات لازم تخلي بالكم منهم. اول حاجه دخولي للبيتش بدخل يا اما ادخل زعانف تحت ايديا بالشكل ده، تمام، وادخل بوش او البس الزعانف بره عادي الطريقه بتاعتنا، ولبست بدخل ايه؟ بظهري. الله ينور. دي نمره 1. نمره 2 ودي مهمه، انا معايا اثقال ونازل البحر لاول مره، ومعايا لابس بدله واسطوانه حديد او ستيل اسف او الومنيوم، فانا دارسها مع الدكتور رأفت وعارفها في النظري لكن ما جربتهاش هنا، فبعمل حاجه اسمها اختبار طفوي. امسك الانفليتور نفخته تمام واقف على الميه، نختبر بقى نقف صف كده اهو جنب بعض، وهبدا اعمل المعادله بتاعتي وانزل واجرب اشوف الدنيا. لقيت نفسي نزلت وضع استواء على الارض والدنيا تمام ومعايا العمق والدنيا تمام، يبقى انا مش عايز رصاص. لقيت نفسك بتتحرك ومفيش توازن تطفو على الميه، يبقى انت عايز تزود الرصاص. يبقى اول اختبار طفوي. بعد كده حضراتكم لازم تعرفوا ان انت ليك من دقيقه ونص لو توت عن المجموعه. توت عن المجموعه تلاقي شمندوره اورنج هنجيبها دلوقتي، والشمندوره دي هتلاقيها على سطح الميه، وهي على سطح الميه بطلع لها بعد دقيقه ونص. طب انا معيش ساعه على الكمبيوتر بتعد 10 انفاس او 20 30 ضربه رجلين، تتحرك فروج او تتحرك بادلز، وتطلع على سطح تمسك شمندوره وتضرب 3 ضربات كده. اللي معاه الشمندوره بيقول لزمايله اللي جنبه ويشاور الانستراكتور تيجوا طالعين فوق على السطح بالامان. تمام، عايز اتفرج على غطسه كويسه على ما تجيب الشمندوره، وهيكمل مكاني كابتن عبد الرحمن هو لوك شوت رولز. خش يا ايمن. اول حاجه يا شباب كده تجيب زميلك امسك كده عليه انا مش تمام. متابع اذا فوق برضه زي ما دكتور رافع قال، يطلع فوق بعد دقيقه يبتدي هنا يهز الشمندوره. شد الشمندوره 3 مرات، تلاقي الانستراكتور 3. تمام، طبعا واحنا تحت اي حاجه تلمسها، اي حاجه تشوفها اوعى تلمسها. تمام، بص بس ما تلمسش ما تخافش بس. واهم حاجه برضه عشان البدل بتاعتكم ما تجيش على الخط تحت. تمام بس. ان شاء الله نعمل غطسه ممتازه النهارده يا شباب. الشمندوره طبعا اهي يا شباب زي ما هم هنا اختاروا طبعا الكابتن مثلا عيش الشمندوره وهياخد الحبل على ايده اهو، وهياخد هو الحبل على ايده ويقرب. طبعا مجرد ما نزل الميه بيحاول يسيبها ويتحرك اهو، يجيب الحبل يبص على ايدك اهو اهو. بعد ما نزل الميه وروني بقى ازاي يلا ازاي الدخول. الانستراكتور بينزل الاول وبعدين المساعد بعدين الستودنت وبعدين المساعد، وعارفين انتوا متوزعين ازاي. وانا طبعا هو بغير وانزل